السلام عليكم. النهاردة هنعمل طريقة الملوخية المجمدة. دي يعني أكلة بتحير ناس كتير، وناس كتير بتبوظ منهم ومبتعرفش تعملها، بس والله هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا، وزي ما انتوا شايفين لونها حلو وقوامها حلو. هقول لكم طريقتها السهلة البسيطة. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة نجيب اي نوع من انواع الملوخية المجمدة، النوع اللي انتوا بتحبوه مفيش مشكلة خالص. اهم حاجة واهم نقطة في القصة دي انها تكون فكة، ما تكونش متجمدة واحنا بنستخدمها. ليه؟ علشان المية بتاعة التجميد دي ما تطلعش واحنا بنعمل الملوخية. هنحط عليها كذا حاجة بقى. هنحط عليها اول حاجة رشة سكر، يعني مثلا نص معلقة صغيرة او يمكن ربع كمان معلقة صغيرة من السكر. وهنحط عليها مكعب من المرق ومعلقة من السمنة. لو ما بتحبوش مكعب المرق مش مشكلة، ما تستخدموهوش. السكر اللي احنا حطيناه عشان يديها الطعم المسكر بتاع الملوخية الخضراء. هنقلب بقى وهنرفعها على النار لحد ما كده يعني ايه كله يدخل، والسمنة تسيح والمكعب المرق يسيح ويدخلوا كلهم مع بعض، وتبقلب بالشكل ده كده. مش هتاخد وقت كتير خالص على النار، يمكن هتاخد دقيقة. تمام. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط مصفى وهنبتدي نحط الشوربة. مقدار الشوربة على الكيس بتاع الملوخية من 4 ل5 كبشات، يعني انا ما بحطش اكتر من كده ولا اقل من كده، ده القوام اللي انا بحبه. لو بتحبوها خفيفة قوي تقدروا تزودوا في العدد، بس انا بالنسبة لي من 4 ل5 ده كويس جدا. هنا انا حطيت 4 كبشات من الشوربة. طبعا الشوربة بتاعتي كنت خدماها، دي شوربة فراخ، كنت حاطة فيها بصل وجزر وطماطم. هنا انا حطيتها على النار، طبعا هي مازالت على النار، وايه انا بفكها كده بس يا دوب هتاخد غلوة واحدة. وبعدين هننتقل بقى لايه للتقلية اللي هي روح الملوخية. معلقة كبيرة من السمنة، هنحط عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم او 8 فصوص ثوم مفرومين. ما نسيبش التوم يتحرق، لان لو التوم اتحرق او التقليه اتحرقت هتمرر معانا الملوخيه جامد. يا دوب ياخد لون كده زي ما انتوا شايفين وخلاص، وايه وهدوا عليه النار. هنحط عليها معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. انتوا زي ما شايفين انا بحط كده بايدي، الواحد لما بيعمل حاجه كذا مره خلاص بتبقى ايده ميزان، بس يعني هي دي المقادير. تحطوا معلقه كبيره من الكزبره. هنهدي النار بقى علشان ما تتحرقش مننا التقليه، يعني يا دوب نشتغل فيها كده بالراحه على نار متوسطه او على نار هاديه. بصوا لونها حلو، فيها سمنة وفيها كزبرة كتير. الكزبرة كتير بتدي طعم حلو قوي 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 للتقلية. بعد كده هنحط عليها الملوخية ونسمع مع بعض صوت الطش. بصوا الجمال والحلاوة، خطيرة دي الطشة اللي ريحتها بتجيب لآخر الشارع. هنحط بقى الطشة على الملوخية على طول. احنا فاتحين النار كده على نار متوسطة. هنظبط الملح يا دوب دقيقة ونقفل عليها، ما نغطيهاش ابدا علشان ما تسقطش مننا. بصوا لونها عامل ازاي، اهي لونها حلو ولونها اخضر وجميل، والقوام بتاعها مظبوط، لا هي مفصولة الشوربة في حتة والملوخية في حتة ولا اي حاجة من الكلام ده. نغرفها بقى. بصوا لونها جميل وقوامها جميل، زي ما قلنا طريقتها سهلة وبسيطة. لو جربتوها ان شاء الله هتعجبكم، ويعني هتستسهلوا. انا بصراحة بستسهل، يعني لو عندي عزومة او حاجة ممكن اعملها بالخضرة، لكن غير كده انا على طول بعملها بالمجمدة. سهلة وبسيطة، بتوفر عليا وقت ومجهود. ولو عجبكم الفيديو متنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم تاني على خير.